فكنشوف جوج لعابه اللي خاصهم يلعبوا من البدايه ديال الماتش. الاول سفيان رحيمي يلعب في البلاصه ديال اللاعب اسماعيل السيباري، يلعب كمهاجم جناح ايمن، ويلعب في نفس الوقت ملي تكون عندنا الكره يجلس من طبيعه الحال اسماعيل السيباري، ممكن انه نحافظوا عليه البنك البدلاء. فهنا كنشوف انه رحيمي يلعب ويدخل كمهاجم ثاني ملي تكون عندنا الكره او جناح مزور، والبوست ديالو يبقى كولوار خاوي كامل الحكيمي. فهذه غادي نستافدوا من الانطلاقات ديال الحكيمي كيف ما كيديروا اغلب المدربين. نطلقوا حكيمي نستافدوا منه في هذا الكولوار. لكن المشكل اللي كانت عندنا ذاك النهار كونتر تونس وهو الانطلاقات ديال اللاعب اللي كان عندنا اشرف حكيمي في اليمن، كان كيصطدم مع عامر، كان كيصطدم ديما مع السيباري في نفس البلاصه وكيتلاقاو، وهنا كتكون اصلا الفرقه مدايره الماركاج ديك المنطقه وما كتنجحش العمليه. عكس لا سحبتي ليه وخويتي ليه الطروه ديال الخصم جليسه دخل مع الجارح الايمن فالكولوار كيتحرر. فلا درناها برحيمين كنشوفها تكون مزيانه وافضل حل بالنسبه لينا، مع العلم انه ممكن حكيمي يدخل حتى الانصاف المساحات. زائد شكون اللي كنشوف بانه من الاولويات اللي خاصو يتشونجا ويتبدل وهو يوسف النصيري، ويدخل عندنا ايوب الكعبي اللي بين بانه في الوقت اللي دخل لعاب اللي صالح مع الشبكه في الفورمه مقلع، والارقام ديالو سواء مع المنتخب ولا فرقته او حتى ميدانيا كيفاش ملي كتحطو كتحس بانه كاينه حيويه في التيران وقادر انه في اي لحظه يماركي. فالكعبي حرام انه تبقى كتهمشو وما كتلعبوش. بلا ما نهضروا على الماضي، الكعبي كان من اللعابه اللي كان خاصهم يكونوا في كاس العالم، مشاو لعابه اضعف منه بزاف، ماشي واحد، مشاو بزاف ديال اللعابه في لافون سونتر اضعف منه، ولكن في كاس العالم البلون جو اللي كان عندنا كان اصلح واحد لينا في كاس العالم راه هو النصيري للامانه. ولكن دابا اللي صالح هو الكعبي. بلا ما نبقاو كنعذبوا راسنا، كنضيعوا في الوقت وكنعطلوا في راسنا وكنقتلوا في الثقه ديال الفرقه وكنديروا الشك في عند الجمهور، عند الصحافه وعند الاعلام وعند كل شيء، والمدرب من وراء الندوه الصحفيه يبدا يبرر لينا. ما عندنا ما نديروا بالتبريرات، الواقع باين. لعاب شاد الفورمه مقلع ملي كتدخلوا كيماركي ولعبوا.